السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فيديو مميز جدا، اقوى 5 اختصارات 2025. يلا بينا نخش على الموضوع على طول. يلا بينا. معانا اول اختصار وهو QR Anything. تقدر تعمل من اي حاجة QR كود اللي احنا عارفينه. فمثلا انا عايز اعمل رابط معين ليا، او صفحتي على الانستا او الفيس او قناتي على اليوتيوب مثلا، او حتى صورتي، حتى الواي فاي اللي انا مرتبط الرابط بيه يعمل لي عنه QR كود عشان اقدر ارسله، او اعمل تكست معينه فيها رقم تليفوني مثلا واعملها QR كود، فاول ما يفتح QR كود ده يظهر رقم التليفون بتاعي. كل ده تقدر تعمله، حتى الصوره تقدر تعمل منها QR كود. مثلا اديكم مثل، لو دخلنا على رابط مثلا واخترنا قناة اليوتيوب مثلا بتاعتي، هحط لاصق الرابط بتاعي واعمل له تم، وبكده عمل لي QR كود. لو عملت سكان على QR كود ده هيدخلني على طول على لينك القناة بتاعتي، اقدر اعمل له سيف، حفظ الصورة كصورة، واقدر اخش عليه على طول. تعالى كده نشوف، نجرب. زي ما انت شايف هو ده QR كود، او على طول ارى واقول فتح مثلا في سفاري، على طول دخل لي على القناه بتاعتي. وبكده تقدر تستخدم الكيو ار كود زي ما وريتك نموذج كده، تقدر تستخدمه بكذا نموذج زي ما انت عايز. الاختصار التاني معانا وهو مفيد جدا برضو، وهو السيرش اون. الاختصار ده مفيد جدا. مثلا انا لو ضغطت على الاختصار ده ومثلا بحثت عن حاجه اسمها ابل ودوست تم، هتلاقي عارض لي شويه محركات بحث، يعني زي ما انت شايف يبحث لك في اليوتيوب ولا تويتر ولا جوجل ولا على حسب محرك البحث اللي انت عايزه، امازون، بينج، اي باي، ياهو. فانت بتختار محرك البحث اللي انت عاجبك، وبناء عن كده يقدر يبحث لك عنه على طول. فانا مثلا هقول له ابحث لي على الاي باي وادوس سماح، فكده هيخش لي على موقع اي باي على طول ويكتب لي ابل ويبدا يبحث لي على ابل على طول زي ما انت شايف قدامك. الاختصار اللي بعد كده وهو اختصار جميل جدا. كتير على طول بنتلاقي التليفون بتنسى مكانه او ما بتلاقوهوش، فبتحتاج ان هو يديك تنبيه او صوته يبقى عالي. فتعالى كده نشوف الميزه دي. اول حاجه بتفعل الميزه دي زي ما انت شايف، دوس على الثلاث نقط وبتختار بعد الكلمه اللي انت هتقولها يبدا المنبه يشتغل امتى. فانا مثلا بعد ثانيه، فمثلا هقول سيري where are you. زي ما انت شايف بدأ يشغل المنبه. ليه؟ لأن صوت سيري ساعات بيبقى واطي، فلما يشتغل صوت المنبه دي بتبقى ميزة كويسة، حتى هتقدر تحدد مكان التليفون بوضوح. الاختصار اللي بعد كده واختصار جميل قوي، هيفيد ناس كتيرة، بالذات الناس اللي بتتعلم انجليزي. فمثلا الاختصار ده بيحول لك اي نص لصوت. فمثلا النص ده ودوست تم هيعمله لي صوت بجد، تقدر تحفظه في الفايلز عندك في الملفات يعني وتسمعه عادي. الاختصار الاخير معانا وهو شارجنج نوتيفيكيشن. الاختصار ده مهم جدا، ويعني بيحدد لك التليفون اما يوصل لكام في المية يديك تنبيه. مثلا انا لو قلت له عند 50% يديني تنبيه ان التليفون عدى نص او 85 او 100%، او انا اختار النسبة اللي انا محتاجها. فمثلا هقول له 80 بالظبط واقول له تم، فبكده هيجي لي نوتيفيكيشن او تنبيه ان التليفون وصل لدورة الشحن بتاعته ل 80%. كده دي فقرة الاختصارات بتاعت النهارده، اتمنى تكون عجبتكم واشوفكم الحلقة الجاية. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتكتب كومنتك الجميل. لو في اي مشكلة معاك اكتب لي وانا هرد عليك. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.